السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي ومتابعيني في كل مكان، أتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل طريقة العيش الشمسي، هنعمله بطريقة جميلة جدا. شايفين العيش قد ايه قمر، قد ايه جميل، شايفين واخد اللون الذهبي المظبوط، مستوي من فوق مستوي من تحت، العيش كله لون بعضه ومفيش حتة فاتحة وحتة غامقة. تعالوا كده نفتح كمان الرغيف ونشوف شكل الرغيف من جوه عامل ازاي. العيش الشمسي طبعا من الاكلات المحببه لنا كلنا، بس في ناس كتير بتستصعب ان هي بتعمله وتحس ان هو حاجه صعبه او حاجه ان هي مستحيل ان احنا نعملها. تابعي معايا الفيديو للاخر هتعرفي ان الطريقه بتاعت العيش الشمسي سهله جدا. شايفين قد ايه هو من جوه قمر، شايفين قد ايه واخد الخمر المظبوط بتاعه، شايفين اللون بتاعه هش واللون بتاعه فاتح كده من جوه ازاي، والعيش نفسه هش وطري. تحسي ان انت ايه ماسكه كيكه اسفنجيه، مش تحسي ان انت ماسكه عيش نهائي. العيش الشمسي طبعا بنخبزه وممكن يفضل معاكي اسبوع، ممكن تشيليه في الفريزر يقعد معاكي شهر او اكتر من شهر. والعيش الشمسي طبعا من الحاجات اللي ليها اكلات يعني ما بتنفعش غير بيها او ما بتبقاش حلوة غير بالعيش الشمسي. مثلا الملوخية الخضراء جميلة جدا بالعيش الشمسي، البامية الويكا، وان شاء الله هعملها معاكم في فيديو. شايفين قد ايه الطراوة، قد ايه طري جميل جدا جدا جدا. فعلشان نعمل يا جماعة العيش الشمسي، العيش الشمسي عامة ملهوش مقادير معينة، يعني مش هقولك هاتي كوبايتين من ده وهاتي كوبايتين، لا دي مقادير مفتوحة. انا هنا هعمل 10 كيلو دقيق، براحتك طبعا، عايزة تزودي براحتك، عايزة تعملي كمية صغيرة براحتك. عندي الدقيق طبعا، والدقيق عندي هنا دقيق بلدي اللي هو بتاع التموين. لو مش موجود عندك بتستخدمي دقيق العادي بتاع الحلويات وبتضيفي عليه حوالي نص كيلو من الردة. اول حاجة لازم نعمل خميرة من بالليل، علشان نعمل عيش شمسي ناجح نعمل خميرة من بالليل. طبعا انا هنا هشتغل من الاول كده من اول حاجه هبدا بالعجان. انت ممكن ما تعمليش الخطوه دي في العجان، ممكن تعمليها في بوله خارجيه. اول حاجه يا جماعه اللي انا ماسكاه في ايديا دي حاجه اسمها الفراكه، او في ناس تانية بتقول عليها الحدى. ده مش دقيق. طب هتقولي لي ايه هي الفراكه او ايه هو الحدى؟ هقول لك تابع معايا الفيديو للاخر، لان هنشوف احنا عملنا او جبنا الفراكه دي من فين، او جبنا الحدق ده من فين. جينا دلوقتي احنا من بالليل نزلت كده بالحدق اللي عندي او الفراكه اللي عندي، وبقولك الخطوه دي بتعمليها انت المفروض في بوله خارجيه، بس انا حبيت ان انا اوفر بقى مواعين وقلت كده كده اشتغل في العجان اللي انا هشتغل فيه. نزلت كده هو زي ما احنا شايفين بالفراكه، وعندي خميره بيره في حجم عين الجمل. لو ما عندكيش خميره بيره بتستخدمي خميره فوريه، بتستخدمي حوالي معلقتين كبار من الخميره الفوريه. وعندي هنا حوالي لترين من الميه. المية بتاعتي عشان الجو دلوقتي سخن او الجو حر فبستخدمها مية عادية جدا من الحنفية. لو انت في الجو الشتاء يفضل ان انت تبقى المية بتاعتك دافية. بعد ما نزلت كده بالخميرة ونزلت بالحوض نزلت بلترين مية، هنزل عليهم بحوالي كيلو من الدقيق. تمام، ده دلوقتي احنا بنشتغل بالليل. ببدأ اقلب كده باستخدام معلقة خشبية المكونات بتاعتي كويس جدا، علشان ايه تبدأ المكونات تتجانس وتختلط مع بعض. ده بمجرد المكونات بتاعتك ما تختلط مع بعض هنغطي كده هوت العجان بتاعنا بفوطة نظيفة، بصينية، بأي حاجة موجودة عندك، وهنسيبها مش هنيجي ناحيتها لحد تاني يوم الصبح. وده طبعا إيه شكل الخليط بعد انا ما خلطته. دلوقتي كنت بقولك ان احنا هنغطي الخليط بتاعنا ونسيبه لحد تاني يوم الصبح نيجي نشتغل فيه. دلوقتي خلاص صباح الخير يا جماعة، وجينا للصبح بقى، ودلوقتي هنبدأ نعمل حاجة اسمها العصيدة. العصيدة دي عبارة عن ايه؟ عن محسن طبيعي للخبز. ممكن تستخدمي كمان العصيدة في عمايل الدوناتس مش في العيش الشمسي بس، يعني هي تعتبر محسن طبيعي لجميع المخبوزات. العصيدة بنعملها ازاي؟ جبت كوبايتين من الدقيق ونزلت عليهم بثلاث كوبايات مية مغلية، مش مية سخنة، لا مية مغلية، لازم المية تغلي معاكي كويس جدا. قلبت كده المية مع الدقيق لحد ما اتعملت معايا عجينة بالشكل ده. طبعا ما ينفعش انزل بيها على الخميرة نهائي غير لما تبرد. ده شكل الخميرة بتاعتي طبعا لما كانت اختمرت، ده كان تاني يوم الصبح. جبت كده وشايفين شكلها، بدأت انزل كده بمعلقتين. دلوقتي هدخل في مرحلة العجن. نزلت بمعلقتين من الملح وكمان كيس من البيكنج باودر اللي هو بتاع خميرة الحلويات. ودلوقتي نزلت ببقية ال10 كيلو اللي عندي، بس هحوش منهم ايه طبق مش هحطه، يعني هحط كل كمية ال10 كيلو دقيق اللي عندي
هفضل منهم طبق. بنزل كده بالدقيق، وطبعا انا مستخدمه العجان علشان عندي عجان، لو مش موجود عندك عجان بتشتغلي بايدك عادي جدا، بتعجني بايديكي مفيش اي مشكله. واصلا اهالينا وكلهم وامهاتنا كلهم طبعا كانوا بيشتغلوا بايديهم، بس دلوقتي احنا طبعا بنستسهل وبنجيب الحاجات السهله. بدات اشغل العجان بالشكل ده اللي احنا شايفينه تقريبا لمده 5 دقايق او كده. لو حسيتي ان العجين محتاج لميه بتبداي ان انت تضيفي. انا كنت حاطه كميه ميه في الاول وفيره، ولقيت دلوقتي ان انا برضو محتاجه لكميه ميه، فبدات ان انا ازود ميه. بعجن كده الخليط بتاعي. وطبعا في الوقت ده انا كنت سايبه العصيده اللي انا عملتها، اللي انا قلت عليها محسن للخبز طبيعي، سايباها لحد ما تبرد تماما. ما ينفعش نهائي تنزلي بيها خمير على الخميره سخنه، هتموت معاكي الخميره وهتبوظ معاكي العيش، والعيش مش هيعلى ومش هيختمر معاكي. بمجرد ما بحس ان المكونات بتاعتي بدات تختلط والعجين بدا يتجانس ويبقى كتله واحده، هتكون عندي العصيده بردت. او ممكن تعمليها برضو يعني اول ما تصحي قبل ما تبدأي في العجين علشان يبقى عندك وقت كافي ان هي تبرد معاكي. بمجرد شايفين العجين طبعا خلاص بدأ يلم، فبدأت دلوقتي انزل بالعصيدة، ولازم بأكد عليكي ان العصيدة بتاعتك تبقى باردة تماما. بنزل كده بالعصيدة. ولو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك والسبسكرايب، ولو ليكي اي سؤال برضو سيبوهولي في الكومنتات وانا هرد عليكي. واعملي لي متابعة صفحتي لو بتشوفيني من على الفيسبوك. طبعا زي ما احنا شايفين كده بننزل بكل كمية العصيدة اللي عندي. وزي ما انا بأكد للأكتر من مرة ان العصيدة بتاعتك لازم تبقى باردة تماما. العجان طبعا بيسهل علينا العجين. وده عجان انا بتاعي كان 30 كيلو. بيبقى فيه منه احجام بداية من 5 كيلو تقريبا ل6 كيلو لحد 50 كيلو. ده طبعا شكل العجين بياخد وقت قد ايه في العجان؟ بياخد معايا بالظبط حوالي 25 دقيقة أو نص ساعة علشان نوصل للنتيجة القمر اللي احنا شايفينها. بنخدم العجينة كويس جدا. كل ما بتخدمي العجين كل ما بتبقى نتيجة العيش معاكي طرية وهشة، والعيش بتاعي خفيف وداخل فيه هوا كده ومظبوط. كده خلصت عجين، وبوريكي هنا قوام العجين بتاع العيش الشمسي. لازم عجين العيش الشمسي يبقى ملزق زي ما احنا شايفين. غطيت العيش بتاع العجينة وبسيبه ان هو يختمر كويس جدا لمدة تقريبا نص ساعة. ودلوقتي هنبدأ نحضر الاستنباط اللي احنا هنقطع عليها العيش الشمسي. ودي حاجة بتتباع كده معمولة من عجينة الورق، اسمها المقارص او في ناس بتقول عليها المطارح، كل واحد طبعا بيسميها بالاسم اللي هو عايزه. بدأت ان انا ارش عليها كده كمية من الردة. ودلوقتي هبدأ ان انا اقطع العيش. بتاخدي كده هو جزء على قد حجم الرغيف اللي انت عايزة تعمليه. وطبعا انا كنت قايله لكم ان انا كنت شايله طبق فيه دقيق من ال10 كيلو اللي انا كنت عامله اللي هو الطبق ده. باخد العجينة على حجم الرغيف وببدأ ان انا اقطع. بنزل كده بالعجينة في الدقيق وابدأ ان انا الف العجينة على ايديا شايفين كده علشان اوصل للشكل المنتظم بتاع الرغيف الشمسي. طريقة سهلة، لو اول مرة تعمليها هتحس شوية بصعوبة بس هتلاقيها بعدين سهلة جدا. بنقطع طبعا كل الكمية اللي عندنا بالشكل اللي احنا شايفينه كده قدامنا. شايفين اهو، بعمل لكم كمان واحد تاني علشان تشوفي. بقطع وبنزل بالعجينة في الدقيق وابدأ ان انا الف الرغيف على ايديا علشان يبقى ياخد الشكل المدور اللي احنا شايفينه. بنقطع كمية كده وبعدين بنستنى على الرغيف بتاعنا تقريبا حوالي 5 دقايق لحد ما احس ان وشه بدأ ينشف شوية، مش ينشف قوي علشان لما اجي ان انا اساوي الرغيف وابدا ان انا اطبطبه كده ما احسش ان وشه اتكسر. يعني ما بتسهيش عليه يعني اكتر من 5 دقايق. شايفين كده بقطع معاكم اكتر من الرغيف اهو. بحط الرغيف كده في الدقيق وابدا ان انا الفه على ايديا لحد ما بوصل للشكل الدائري بتاع الرغيف المظبوط. طبعا حجم الرغيف بتتحكمي فيه زي ما انت حابه. اول رغيف بدات ان انا اقطعه كان خلاص وشه بدا ان هو يمسك شويه، فبدات ان انا اسويه بايديا بالشكل ده. طبعا مش هينفع نسيب الرغيف على الشكل اللي هو متقطع عليه. ده سمك الرغيف بعد انا ما سويته بالشكل ده. وبساوي كل العيش بالشكل اللي احنا شايفينه، بتدبي كل العيش بالشكل ده. العيش الشمسي من الحاجات السهلة الحاجات الجميلة اللي احنا دايما نبقى كده واثقين في نفسنا ودايما نقول ان مفيش حاجة صعبة. شايفين ده سمك الرغيف اللي احنا بنوصل له. هنا بقى هتعرفي الفراكه او الحوض ده هتعمل ازاي. بقيه الدقيق اللي اتبقى مني طبعا ايديا فيها عجين
مطرح ما انا كنت بقطع. وكمان العجان نفسه لسه بقيت في بواقي عجين، فانا بجيب الدقيق كده اهوت وبنزل بيه في العجان، وببدأ افرك كمية العجين اللي هي موجودة في العجان، فبتبقى النتيجة عندي ان هو بيخرج عندي كتلات من العجين متغلفة بالدقيق، وهو ده اللي اسمه فراكة. تمام، عرفنا كده الفراكة جبناها من فين. جبت بعد كده هوت العيش بتاعي كله، خدته حطيته في الشمس. ليه؟ لانه اسمه عيش شمسي. عندك بلكونة، عندك سطح، عندك اي حاجة، حطي بقى العيش بتاعك كده. بتستني شوية تقريبا ربع ساعة، وبتروحي للعيش بتلاقي ان في ناحية زي ما احنا شايفين قدامنا بدأت تختمر وترفع، والناحية التانية بتبقى لسه. فبنلف الرغيف بتاعنا، بنخلي الجزء اللي واطي في الرغيف ناحية عين الشمس، علشان الشمس طبعا هي اللي بتخمر العيش بتاعنا. ودي حركة مهمة جدا اللي هي يعني أساسية، علشان يبقى العيش بتاعك لما يختمر يبقى كله ارتفاع واحد. ده طبعا بعد تقريبا نص ساعة أو أقل كان خلاص العيش بتاعي اختمر، والحجم بتاعه تضاعف. باستخدام دبوس. الدبوس لازم يبقى نضيف، تبقى مخصصاه مخصوص للعيش. بدأت ان انا افتح العيش بالشكل اللي احنا شايفينه كده داير ما يدور. في ناس بتفتحه 3، طبعا كل حد على حسب عاداته وتقاليده. بفتح كل العيش اللي انا خبزته. الكمية اللي انا عملتها عملت لي تقريبا حوالي 21 رغيف. وزي ما انا قلت في بداية الفيديو ان العيش الشمسي من المخبوزات اللي بتحتفظ او بيبقى ليها عمر طويل شوية، بتقدري تحتفظ بيها لمدة اسبوع في التلاجة، ممكن تحتفظ بيها في الفريزر لفترة اطول من كده بكتير. لازم حركة ان احنا نفتح العيش ده مهمة جدا، علشان العيش لما يدخل الفرن ما يبدأش ان هو يكور كده، يبقى شكله مظبوط. دلوقتي بجيب مطرحة من اللي هي المطارح الفاضية، وببدأ ان انا اقلب عليها العيش. شايفين؟ بحطها كده على الوش، ما بتدوسيش جامد عشان ما تفرغيش الهواء اللي دخل اثناء عملية التخمير. وببدأ ان انا اقلب الرغيف بالشكل ده. طبعا عندي الفرن هنا سخنة ومسخناها على درجة 250 سخنة جدا. ببدأ ان انا ارص فيها العيش بالشكل اللي احنا شايفينه. لو انتي مش موجودة عندك الفرن دي، ممكن تستخدمي فرن البوتاجاز عادي جدا. بتحطي العيش على الصاجة من تحت، واول ما يبدأ ان هو يعلى ويمسك نفسه وتحسي ان هو بدأ يستوي، بعدين بتولعي عليه الشواية. ببدأ ارص العيش، وطبعا لازم الفرن بتاعتي تبقى سخنة جدا جدا عشان تساعد معايا العيش ان هو يترفع ويبقى جميل وياخد اللون المظبوط. وفي نفس الوقت برضو ما تخليهاش لما تحطي فيها العيش، لو حسيتي ان الردة بتاعتك اتحرقت، تعرفي ان هي سخنت زيادة عن اللزوم، وكده هتحرق معاكي العيش، والعيش بتاعك مش هيبقى مظبوط. طبعا من وقت للتاني بتفتحي الفرن بتاعتك وبتتابعي العيش. شايفين اخد العيش اللون القمر اللي احنا شايفينه قدامنا، لون تحفة، لون جميل، وبيستوي من فوق ومن تحت، وبتأكدي ان هو استوى معاكي تماما. بتبدأي بعد كده هو تخرجيه على ملاية نظيفة، على مفرش، على فوطة، على حسب الموجود عندك. بعد ما بتخرجيه بالشكل اللي احنا شايفينه، طبعا خلاص عندي كان كله هنا استوى وبقى جميل وما شاء الله عليه. بخرجه طبعا وبسيبه لحد ما يبرد تماما. وبعد كده هو بتبدأي ان انتي تعبيه في الاكياس، او ممكن زي ما انا قلت تشيليه في التلاجة، او ممكن تدخليه في الفريزر. وده كان الشكل النهائي لرغيف العيش الشمسي القمر التحفة الجميل، اللي احنا طبعا كلنا بنشتاق له ومش بنعرف ناكله غير لو احنا سافرنا الصعيد او بعتنا حد جابه لنا من هناك، او بنشتريه من اللي هو من المخابز باسعار غالية جدا. قمر جميل سهل بسيط يعني، مفهوش اي مشكلة نهائي. شايفين تخميره مظبوط جدا جدا. وطبعا التسوية بتاعته ما شاء الله عليها جميلة. وده كان الشكل النهائي، وده كان الفيديو بتاعي، ودي كانت وصفتي النهاردة. اتمنى ان الفيديو بتاعي ينال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك ومتابعة للصفحة والاشتراك للقناة. والى اللقاء في فيديوهات تانية. وقبل ما اقول لكم الى اللقاء في فيديوهات تانية وباي باي، عايزة اعرف رأيكم. تحبوا الفيديو الجاي ان انا اعمل لكم فيه البامية الويكا، ولا اعمل لكم فيه الشلولة؟ وان شاء الله هنعمل سلسلة جميلة جدا من الوصفات الصعيدية في المرحلة اللي جاية. والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.